جسمك قطنه. عارفه القطن بتاعنا دوت، انت جسمك هيبقى قطنه. اوعي تتكسفي من الاسمرار ولا اي تسبغات في جسمك. ايه رايك لما اديكي وصفه مجربه ومضمونه لتفتيح الجسم؟ مفيش تسبغات ومفيش اي اثار للتسبغات، انسيها تماما. طب ما تقولي يا ستي، تصلي على سيدنا النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي يا ستي البنات، حاجه بسيطه خالص ومن مطبخك. انت هتخشي مطبخك تجيبي لي معلقه من دقيق الرز وتضيفي لي عليها كمان معلقه من الدقيق العادي. عملتي كده خلاص. هتجيبي لي من عند العطار شابه مطحونه وبدون مسك، ولو جبتيها انت حجر وطحنتيها في بيتك يبقى افضل. وتحطي لي كمان بيكربونات صوديوم حوالي نص معلقه على المكونات الجافه اللي احنا عملناها دي. هندوب المكونات دي بايه؟ هنحط نص ليمونه، وتضيفي لي كمان عليه زيت ليمون عشان الترطيب والتفتيح، وضيفي لي كمان اخر حاجه شويه من ميه الورد اللي عاملاها في بيتك، ما بنشتريش حاجه من بره عشان نضمن جودتها وتكون طبيعيه. وتقلبي المكونات دي كويس وتستخدميها لي على الاماكن الغامقه في جسمك، حدث ولا حرج. مع وصفتنا المضمونه بقولك مجربه ومضمونه ونتائجها فوريه. بس كده يا جميل، خلصت معاكي الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.